اليوم افطرنا على الواقف واخر الفيديو رح تعرفوا ليش. فهي اول مره بنفطر على اكل جزائري، وكالعاده رح احكي لكم التجربه كامله. بلشنا مباشره بشوربه الفريك والبراك مع المشروبات الجزائريه المشهوره والليموناده. هي الشوربه مشهوره كتير بالجزائر وبيكون فيها فريك ولحم ومرقه. انا بحبها كتير مع البراك وبغمسه فيها، بيطلع طعمهم سوا دمار، خاصه انه بيقرش وبيكون داخله لحم، فكتير بصير الخليط طيب. ما بعرف اذا بالجزائر هيك بياكلوها. وطلبنا مباشره بعدها الكسكس، وبين ما اجا اخذنا سيخين لحم ودجاج. هاي معظم المطاعم الجزائريه بتعملها، بتاخذ السيخ من هون، انت بتنقيه وهن بشوا لك اياه على الفحم مباشره وبتاكله هيك سخن من على الفحم. كتير كانوا طيبين وخفاف. قبل الكسكس اللي اول ما نزل اخذت لنا يا جوري. طبق الكسكس بيجي هيك، بيكون فوق الخضار ومثقب مشان يطلع عليه البخار تبع الخضار وينطهى فيه، وهذا الشيء اللي بيخلي طعم الكسكس زاكي جدا. وكان معه لحم عجل، بتيجي قطعه لحالها بصحن ودايبه ذوبان، بنحط قطعه منها مع كسكس وخضار ودوقها الطعم الدمار. وجربنا طبق جزائري تاني اسمه المثوم، كرات لحم عجل مع بطاطا مقليه وفلفل وثوم. وجوري اول ما سمعت بالثوم والفلفل هربت وصارت تلعب وكيفت، خلص انا اكلت الكسكس وانبسطت وما قعدت لطلعنا من المطعم. وصار وقت نختمها بقلب اللوز قلب العسل، اللي بيكون عبارة عن سميد خشن ولوز مطحون محلى وطعمه قريب من البسبوسة لكنه أتقل. التجربة كانت كتير حلوة، بنصحكم فيها. وبنصحكم إذا ما بدكم تفطروا على الواقف مثلنا إنه تروحوا قبل ساعة من الأذان على الأقل، لأن الإقبال كبير على المطاعم الجزائرية وكلها كان عليها دور مثل ما لكم شايفين بالصور، وما بتقبل حجوزات. فإذا تأخرت بدك تستنى مثل هالناس ليخلصوا اللي قبلهم الفطور، بعدين بتفوت بتفطر. لهيك